بتعملي ايه يا زوزو؟ وجايبه البنجريه دي ليه؟ تحطي عليها ايه؟ بيض وزيت وسكر. هتعملي ايه بيها؟ الله، كيك لونها حلو قوي. وايه ده، بتزينيها بايه؟ كريم شانتيه؟ مش ممكن، عملتي تورته من البنجر؟ شكلها تحفه. تعالوا نجرب، تفتكروا هتطلع معانا كده؟ يلا نجرب ونشوف النتيجه ايه. جبت واحده بنجر، هي حطت واحده كبيره بس انا ما عنديش الحجم اللي هي حطيته ده، فهعمل 2 صغيرين. هنقطعه بقى قطع صغيره. اهو هنا بعد ما قطعت الاتنين دول كده 2 حجمهم وسط، لو عندكم واحده كبيره واحده كفايه. هنزلهم بقى في بوله، هننزل عليهم ب3 بيضات، كوبايه الا ربع من السكر، كوبايه الا ربع من الزيت، كيس فانيليا. هنضرب بقى كل ده مع بعض. بعد ما ضربناه بقى كله بالمنظر ده، بصوا اللون بتاعه طالع بينك، مش طالع احمر قوي زي ما طالع معاها. فعايزه اقول لكم هو ده سر اللون. ربع معلقه صغنونه خالص. هننزل عليهم بمعلقه من البيكنج باودر، وكوبايه من الدقيق، هنقلب بقى كل ده. قلبناها كويس جدا لحد ما الدقيق كله يختفي. بصوا ده القوام بتاعها اهو. هنجيب بقى صينيه عاليه كده عشان تطلع عاليه ونعرف نعمل منها طبقات. نحط جوه ورق زبده، وربنا يستر ورق الزبده الجميل بتاعنا ما يلزقش كالعاده. هننزل بقى الكميه كلها كده. هدخلها بقى فرن سخن على درجه حراره 180، واول ما تطلع اقول لكم خدت معايا وقت قد ايه. استوت خلاص، بصوا شكلها. نقلبها بقى، نقطعها بقى طبقات. اول طبقه هننقلها على طبق كده على طول، وقطعنا اهو الطبقه الثانيه، طبقه الثانيه، وعملت واحده ثالثه. عايزه اقول لكم اصلا ان زوزو عملتها طبقتين، احنا قطعناها 3 طبقات. هنسقيها بقى لبن كده. هننزل عليها بقى بالكريم شانتيه بالمنظر ده. لو هتعملوا الجاهزه كيس كريم شانتيه على نص كوبايه ميه ساقعه هتدينا القوام ده. بعد بقى ما حطينا الكريم شانتيه هننزل عليها بالطبقه الثانيه كده اهو. نفس الخطوات، هنسقيها شويه لبن صغيرين برضو جدا، كريم شانتيه